شايفين الطبق القمر ده يا جماعة؟ بصوا حاجة كده تفتح النفس. هيطلع دايب معاكي وطعمه خطير بجد، وملحه مظبوط جدا. هنعمل الليمون بالعصفر بطريقة سهلة جدا، في اسبوع بالظبط هتفتحي عليه وتلحقوا على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي جديدة. ولو عجبك الفيديو ياريت تشيريه مع اصحابك علشان ان شاء الله البيتزا تكبر بيكوا وليكوا. تعالوا بينا نشوف. هنختار الليمون الاول يكون كبير ويكون خشن تمام. هقطعه علامة زائد بالشكل ده بس ما تجيش للاخر. هحطه في مية بالطريقة دي تمام. هغليه بقى تقريبا 10 دقايق، يعني عايزاه يتفتح معايا بالشكل ده ويدخل في السوا. ما ترموش المية اللي احنا غليناه فيها، هنحتاجها. هبتدي بس اصفيه بالشكل ده، وعايزينه يبرد تماما، مش هينفع نشتغل فيه خالص وهو سخن كده. تعالوا نعمل بقى الخلطة بتاعتنا، بجد خطيرة سهلة جدا وبسيطة. هحتاج جزر مبشور، هبشرها بالشكل ده، يعني تقريبا جزراية او جزرتين على حسب ما بتحبي. وكمان نص كوباية من العصفر، وزيهم من حبة البركة، وكمان زيهم من الملح، وزيهم كمان من الخل. يعني نعاير بنفس الكوباية نص كوباية تمام كده. وشوية من الزيت تقريبا ربع كوباية، وهقلب كويس جدا بالشكل ده. الريحة بقى ما اقولكوش في المرحلة دي تجنن، بجد خطيرة. هحط شويه كده في البرطمان اللي احنا هنحط فيه الليمون بتاعنا، ونمسك ليمونه ليمونه ونحشيها بقى بالخليط التحفه ده. نخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. تقدري كمان تقطعي فلفل او تحطي فلفل سليم جواه، بيديله نكهه وريحه حلوه قوي على فكره. انا حطيت سليم وحطيت كمان كام واحده كده متقطعه. تمام كده. تعالوا بقى نعمل المحلول الملحي، سهل جدا. في نفس البوله اللي احنا اشتغلنا فيها هحط تقريبا كوبايه ونص من الميه اللي احنا غلينا فيها، وكمان لكل لتر من الميه 4 معالق من الملح ومعلقه من السكر، وكمان فنجان من الخل. وهننزل بيهم بالشكل ده، عايزين نغطيه تماما. حطينا شويه زيت محترمين من على الوش، ونحط كيس ونقفله. اسبوع 10 ايام اسبوعين على حسب ما انتي بتفضلي بقى وزي ما انتي عايزه. هتطلعي منه بعد كده طعمه فعلا حكايه خطير يا جماعه، بجد لازم تجربوه قبل رمضان. شايفين الطعامه يتاكل اصلا لوحده كده، لازم تجربوه وان شاء الله يعجبكم قوي. دايب ازاي؟ خطير خطير بجد، وملحه مظبوط جدا. تعالوا بقى نطلعه كده ونحطه بقى علشان نصوره لكم. بصوا الريحه بقى في المرحله دي، يعني مش قادره اقول لكم تحفه. حاولوا تنقوا زي ما قلت لكم الليمون يكون كبير شويه، هديك نتيجه افضل، وكمان تكون جلدته خشنه مش ناعمه. شايفين الطعام؟ مفيش احلى من كده. انا بقول بقى نفتح محل مخلل بقى، يعني هيجيب من الاخر معانا. كل سنه وانتم طيبين. لو الفيديو عجبكم ياريت تشيروه مع اصحابكم. يلا بقى تشجعوا، انزلوا هاتولكوا كده 2-3 كيلو على حسب احتياجاتكم، وابدأوا بقى خللوه. مش هياخد وقت خالص، على اول رمضان بإذن الله هيكون جاهز معاكي. بجد يا جماعة حلو جدا، سفرة رمضان ما تحلاش من غير المخللات التحفة دي. شايفين الطعامة؟ الطبق تقريبا بيتكلم عن نفسه. ريحة بقى يعني اعتقد انها واصله لكم صح كده. شايفين؟ بجد خطير. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.